فعجب ولا ينتهي العجب. نعم والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان ليعجب. يعجب من ماذا؟ يعجب الإنسان عندما يعلم أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن من سمع بهذه الجنة وما أعد الله فيها سبحانه وتعالى من النعيم المقيم لأهلها، ويسمع عن النار وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من العذاب المقيم لأهلها، يعجب كيف لا يدخل أحد الجنة وكيف يدخل الناس النار. إنه لأمر عجب. ولذلك جاء في الحديث أن جبريل قيل له انظر في الجنة، فنظر فقال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وقيل له انظر في النار، فنظر قال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. فإن الأمور واضحة، فهذا عذاب مقيم وذاك نعيم مقيم. وأرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأرسل الرسل سبحانه وتعالى بلسان قومهم، وهم من هم في العلم والفضل والتقوى والإخلاص والجهد والبذل الذي بذلوه في سبيل هذه الدعوة المباركة. ثم نجد النتيجة أن الله تبارك وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونسمع قول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل 1000 يمرون على الصراط ينجو واحد. فيعجب الإنسان، أما للناس من عقول؟ أما يعقلون؟ لماذا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة والأمور واضحة بينة؟ ترى هل غابت عنهم عقولهم؟ هل غبي عنهم الحق؟ أم أن هناك أمورا أخرى هي التي جعلتهم يدخلون النار ويبتعدون عن الجنة؟ لا شك إن الأمر عجب، وإن الإنسان لا ينتهي عجبه من هذا الأمر. ولكن عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن يعلمون الحق. ونسمع قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، يعلمون أنك حق وأنك جئت بالحق وتدعو إلى الحق، يعلمون ذلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا الأمر إذن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك نقول دائما إن الحق أبلج، أي واضح بين. وكم من قرية أهلكناها، أي وكثير من القرى أهلكناها. ثم بين وقت الهلاك فقال فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بياتا أو هم قائلون. إما يأتيهم الهلاك وهم نائمون، بيات نائمون،
أو قائلون في الظهيرة أيضا نائمون، وقت الراحة، وقت الهجعة، وقت الهدوء، وقت السكون، وقت الدعة، وقت الغفلة، تأتيهم فجأة هكذا. الهلاك يأتيهم فجأة من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فالله تبارك وتعالى يحذرهم أن بأسه سبحانه وتعالى يأتي فجأة، إما يأتيهم وهم نائمون في الليل بيات من البقاء في البيت ولزومه والمبيت به أي النوم، أو يأتيهم ضحى وقت القيلولة. والقيلولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وقت الراحة. واختلف أهل العلم في القيلولة، ولكنها هي قريبة من الظهر، قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر. القيلولة قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر، يعني ممكن من الساعة 11 للساعة 12 هذه قيلولة، ومن 12 للوحدة هذه أيضا قيلولة. القيلولة إما أن تكون قبل الظهر وإما أن تكون بعد الظهر، يسمى هذا الوقت في لغة العرب القيلولة. فالله تبارك وتعالى يقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يعني المقصود بياتا يعني أناس أهلكهم بياتا، وأناس أهلكهم وهم قائلون، حسب مراد الله تبارك وتعالى. مرة يهلك بياتا ومرة يهلك وقت القيلولة. نظر المحرم وكلما أحدث أتألم وأعزم على عدم العودة، إلا أني مع ذلك أعود، فما تنصحون؟ يقول علاج نهائي. علاج النهائي عندك أنت الإنسان، يعني بالنسبة للنظر هذه الأفلام أو النظر إلى عامة النساء في الشارع أو كذا، يعني النظر الحرام بشكل عام، يعني أنت فكر فقط، يعني كما قيل: لا خير في لذة من بعدها سقر. يعني شنو المقابل؟ شنو مقابل هذه اللذة؟ حسنات أو سيئات؟ ثم هذا النظر الذي ينظر هذا الإنسان، قال أفلامهم نظر المحرم، هذا النظر هل ينظر أمام الناس ولا بالستر؟ يعني يختلس النظرات ولا بايعها مثل ما يقولون كذا؟ فإذا كان يختلسها يستحي من نظر الله إليه سبحانه وتعالى. الله ينظر إليك، الله يراك سبحانه وتعالى. يستحضر هذا الأمر، يستحضر ماذا يفوت على نفسه من الخير العظيم في حفظ النظر، وهو الجنة التي وعدها الله تبارك عباده المتقين. فعلى الإنسان أن يحفظ ناظره، والله المستعان. عليك بالدعاء، ادعو الله، قل: اللهم احفظ بصري، اللهم احفظ فرجي،